التحكيم مع كابتن جهاد جريش. نكسب محمد نور. التحكيم مع جريش. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة شباب رياضة 108 FM في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. صباح الخير عليكم جميعا. النهاردة يوم جديد وبرنامجكم التحكيم مع جيش. النهاردة معنا على الميكسر محمد نور، الإخراج لنهى يحيى، وموجز الأنباء مع الزميلة أمل الدالي. النهاردة السبت 24 صفر 1445 الموافق 9 سبتمبر 2023. النهارده هنتكلم عن التحكيم وهنتكلم عن حاجات في التحكيم. هنتكلم النهارده عن التحليل التحكيمي لمباراة مصر واثيوبيا امبارح، الجولة السادسة تصفيات افريقيا كوت ديفوار 2024. هنتكلم عن حالة تحكيمية مهمة جدا حصلت في الدوري البرتغالي واثارت الجدل على مستوى العالم وعلى مستوى تقنية الVAR وتدخل الاتحاد الدولي وشكوى بورتو وكلام كتير جدا عن حالة تحكيمية مهمة جدا حصلت في الدوري البرتغالي. الدنيا كلها اتكلمت عليها، وطاقم تحكيم دولي واخطاء زي ما نقول وارده دايما في كل انحاء العالم. هنتكلم على القائمه الدوليه والشروط اللي بعتها الاتحاد الدولي للقائمه الدوليه، وايه اللي هنعمله في مصر والفتره اللي جايه. كلام كتير عن القائمه الدوليه والمده الاخيره او اخر يوم لاستقبال القوائم الدوليه على مستوى العالم 1 اكتوبر 2023. دي تبقى اخر يوم لاستقبال القوائم الدوليه على مستوى العالم. مشاركات الحكام المصريين في المحافل الدولية، وهنبارك النهاردة الحكم دولي مساعد تم اختياره أمس في أحد البطولات العالمية. هنتكلم برضه عن كل حاجة عن المشاركات الخارجية للحكام المصريين. كلام كتير النهاردة على التحكيم ولجنة الحكام الجديدة والتشكيل لسه اللي لم يعلن والاستعداد للموسم الجديد. كل ده معانا النهاردة في التحكيم مع جريشة. هنتكلم كلام كتير عن التحكيم. انتظرونا فاصل صغير ونبدأ أولى فقراتنا النهاردة.